هاي الحكي ترى مو مال يوم ويومين، اظل 4-5 ايام يحفروا لي نقرة وانام بيها بشهر 11. والله هسه لحد الان ظهري يصل علي ورجلي. ودوني للفوج، شو هم ذبوني بالتوقيف و6 اشهر. بعدين اجا كتاب علي جمال الرحمن اطلاق سراحك. ما عرفت شلون طبيت وشلون، ما عرفت شنو، بس الوياي كلهم بالاعدام عسكريين، يوم بين يوم ويوم ياخذون لهم واحد يعدمون. انا بعد يأست من الحياة، اتجهت على الله. خلصت الحرب على اساس اتسرح، ما سرحوني، قالوا لي عندك موقوفين. 8/8 خلصت الحرب، اني بال90 طلعوني سرحوني، يعني سنة ورا خلاص الحرب تقريبا سنة و3 اشهر يلا طلعوني. وبدت مال الكويت هم ما سرحوني، رجعوني. رتبتها ما ادري شلون ويا المساعد ويا الامير، لان يعرفوني مضطهد وكذا. جيت للتجنيد هنا بالكوت ما سرحوني، اخذت المعامله. لما ما صارت هوسه ماكو مال 91 جيت سرحت. يعني اللي شفته ما حد شاف، يوميا يخوفون بيه.